سلام عليكم. عمرك سألت نفسك ليه بنحلم او ازاي بنحلم؟ وايه الفرق بين الحلم العادي والكابوس؟ وايه هو الجاسوم؟ وهل في فعلا احلام بتحقق ولا لا؟ كل الحاجات ده هنتكلم فيها بس في السريع. بس قبل ما نتكلم يلا بينا نصلي على النبي. الحلم هو العالم الموازي اللي نعيش فيه واحنا نايمين. بس يا ترى ليه بنحلم؟ ليه ساعات بنشوف الناس اللي احنا بنحبهم واحنا نايمين وده احلى حاجه طبعا، احنا نفسنا نشوفهم على طول. وليه ساعات بنشوف ناس احنا اصلا ما نعرفهمش؟ الموضوع مش مجرد افلام دماغك بتعملها، الاحلام بتيجي من عقلك الباطن بالحاجات اللي بتفكر فيها واللي مش بتفكر فيها بس مخك مسجلها. ممكن تحلم بحد بتحبه عشان دماغك بتشتغل عليه وانت مش واخد بالك، او واخد بالك بس بتستهبل. ممكن كمان تحلم بحد عمرك ما شفته بس في الحقيقه انت شفته، بس لمحه سريعه في يومك وعقلك احتفظ بيه. ونيجي هنا بقى للمهم، ليه بنحلم بكوابيس؟ احيانا العقل الباطن بيجيب لنا اسوأ سيناريو ممكن نعيشه، اكننا عايشين في فيلم رعب، اكننا احنا فعلا بنكون عايشين في فيلم رعب. وده من ايه بقى؟ ممكن يكون سبب توتر او خوف جواك وانت مش واخد بالك منه، او ببساطه المخ بيحب يغيظك وانت نام، او اتفرجت على افلام رعب قبل ما تنام. طب ليه بنحلم بالموت او حد عايز علينا هيموت؟ اولا اهدى كده ما تخافش، مش معنى ان احنا بنحلم بالموت ان ده هيحصل فعلا. بعض التفسيرات بتقول ان الموت في الحلم بدايه حياه جديده، وبالنسبه للشخص اللي انت بتحلم بيه ان هو بيموت احيانا بيكون العقل بيعبر عن خوفك من فقدان الشخص ده. ايه الفرق بين الحلم والرؤيه؟ الحلم ممكن يكون مجرد تهيئات او انعكاس لحياه، اما الرؤيه بيكون لها معنى او رساله وغالبا بتحس بيها اكتر من اي حلم عادي. هل الرؤيه بتيجي من الملائكه والاحلام بتيجي من الشيطان؟ في بعض المعتقدات بتقول ان الرؤيا الصادقه من الله، والكوابيس والاحلام الله من الشيطان. بس علميا الاحلام الله مرتبطه بالعقل الباطن والرغبات المكبوته. ايه هو الجاسوم؟ باختصار ده شلل بيجي لك وانت نايم وتحس ان انت مش قادر تتحرك وتحس ان في حد خانقك كده ومش حد نايم عليك. وده بيحصل من ايه بقى؟ علميا المخ بيسحب للجسم فبتفضل متجمد لحظات. ساعات بنحلم باحلام كوميديه وغير منطقيه، المخ ساعات بيتسلى ويعمل لك احلى فيلم ملوش علاقه بالواقع وتصحى تقول ايه العبط ده؟ الواحد كان بيحلم احلام والله لو حكاها دلوقتي هنموت على نفسنا من الضحك كلنا. ونيجي بقى هنا للسؤال المهم، هل في فعلا احلام بتتحقق؟ احيانا بتحصل حاجه تحس انك شفتها قبل كده، او مجرد حلم قديم، او مجرد وهم اسمه ديجافو. بس في ناس بتحلم باحداث وبتحصل فعلا، وده حاجه مش مفهومه 100%. في النهايه الحلم الوحيد اللي بيتحقق بنسبه 100% الحلم اللي احنا بنعمل فيه واحده بتعمل بنصحى نلاقي نفسنا مظبطين الدنيا. وهنا خلص الفيديو، قولوا لي اغرب حلم انتوا حلمتوه. سلام.